فضلت صابرة ومستحملة معاه كتير جدا، وبعد فترة من المعاناة أكبر واحدة من البنات كان عندها 6 سنين ساعتها، مستواها بدأ ينزل في الدراسة. رحت عامله له بقى وقفة كده وقلت له بص بقى، بص يا ابن الحلال، أنا ماليش حد يقف معايا، بس عايزاك تمشي كويس علشان بناتنا ربنا يحفظهم. وهنا بقى بدأت أخاف على البنات منه، من أسلوبه البشع، وقلت له حرام عليك إن هما يتبهدلوا ويتضربوا ويتهانوا كده، وإنه حتى يعني مع كل اللي بيعملوا فيا ده أنا لسه مستحملاه علشانهم هما. قلت له الحاجة الوحيدة الكويسة فيك كانت إنك بتصرف علينا كويس، بس دلوقتي بدأت تخيب وأسلوبك بقى وحش جدا مع العيال، وهم دول أصلا اللي أنا مستحملاك علشانهم. طبعا في الوقت ده بكلم واحد ما عندوش أي مبالاة ولا أي إحساس ولا وعي ولا مدرك أصلا هو بيعمل إيه. قلت له خلاص، طالما أنت بقى مش عايز تظبط نفسك كده وأنا مليش حد تسند عليه، يبقى كل واحد مننا يروح لحاله. رد عليا وقال لي إيه، أنا أصلا تهقت منك وتهقت كمان من عيشتك دي، أنا نفسي أخلص منك من زمان، عايزة تغوري يلا غوري في 60 داهية. فرحت متطلقة منه. أبوهم من بعد الطلاق ما بقاش يسأل فيهم خالص، ولا دور عليهم ولا دور إن هما بيصرفوا منين ولا أي حاجة. وأنا ساعتها بقى استعوضت ربنا، ما رفعتش عليه قضية ولا أي حاجة خالص، وعشت في حالي. وطول السنين دي ولا نعرف عنه حاجة ولا هو كمان يعرف عننا حاجة، حتى برضه ما قعدش في جوازات بناته. فساعتها رحت قعدت كده في بيت أبويا، وكان أخويا لما لقاني يعني اتطلقت قال لي ولا يهمك يا أختي، أنا هروح أعيش في شقتي وانتي مش هسيبك انتي وولادك يعني تعيشي في الشارع. قعدت في بيت أبويا رغم إنه كان متبهدل يعني وقديم، والشقة مش كبيرة قوي. بدأت أفكر إزاي أصرف على نفسي وعلى بناتي من غير ما أطلب من حد. اشتغلت في كل حاجة، في البيوت وفي شركات توظيف بتوظف عمال نظافة في المستشفيات، كنت بتلطم في البيوت وطالع عيني، بروح أنظف وأغسل سجاد وأعمل أي حاجة فيها رزق، وكان ده كله علشان بناتي هم أهم حاجة في حياتي. كنت باخد معاش أبويا كمان حتى لو مش كبير يعني، بس أهو في حاجة كده كويسة وثابتة، والمصاريف كانت كتير جدا فاشتغلت. فساعتها بقى ربنا قدرني الحمد لله، وتوظفت كده في شركة، فبدأ الشغل بقى يتظبط معايا جدا، وبقيت أشتغل في مكان خاص محترم، والشغل ده كان كويس نوعا ما، يعني لحد زي كده مش مكمل تعليمه. حتى ناس كتير كانوا بيفكروا اني موظفة يعني من كتر طريقتي في الكلام. وربيت بناتي الحمد لله وكبرتهم، وكنت بحط القرش على القرش كده وعامله لكل واحدة فيهم دفتر توفير علشان لما اجوزهم يعني واسطرهم واكمل رسالتي معاهم. عدت السنين وجوزت البنات الحمد لله، جوزتهم رجالة محترمين جدا وشباب كويسين، هم ولود حلال، كانوا عارفين طبعا كل اللي انا مريت بيه في حياتي. وبعد ما اتجوزوا قالوا لي يا ماما انت بقى مش هتشتغلي تاني، انت تقعدي كده في البيت وما تشتغليش. قلت لهم بس المعاش يعني مش كبير مش هيكفي، ويا دوبك بيزق معايا كده. طبعا ساعتها راحوا رجالتهم بقى قالوا لي طيب ما احنا رحنا فين، كل واحد فينا هيبعتلك كل شهر كده اللي يقدر عليه، وانت تعيشي برنسيسة. حمدت ربنا ان عوضني يعني فيهم فعلا خير، وفعلا التزموا بكلامهم، كل واحد بقى يبعتلي كل شهر كده، وبناتي ما نسيوش كل اللي عملته معاهم، وكافئوني طبعا مكافأة كبيرة جدا، حتى جابولي دهب، وبعدها جابولي موبايل تاتش كده وعملوا لي فيسبوك وواتساب وكل الحاجات الحديثة دي علشان اتواصل معاهم واكلمهم في اي وقت. وكانوا بيحبوا طبعا يطمنوا عليا، بس انا كان في حاجة يعني واحدة بتتعبني، هي الوحدة كانت في البيت قتلاني. قاعدة في البيت لوحدي، اتعودت على الشقة ولا بروح ولا باجي، فبقيت اتصفح كده النت واقعد اتفرج على ده وعلى ده، وادور على حاجة كده تملي وقتي وتسليني. ودماغي كانت مفتحة بقى، كنت متعلمة، انا معايا دبلوم، فكنت بكلم ناس كتير قوي في منتهى الاحترام والادب، كل يوم اكلم حد جديد، وكانت العلاقات ديت بالنسبة لي يعني مسلية، بتضيع وقت فراغي اللي كان قاتلني. في ناس ما بتهتمش باللي بيبعت لها، بس انا كنت برد على كل حد من باب التسلية، لحد لما ظهر واحد اسمه مصطفى، لقيت منه اهتمام غير طبيعي، كل يوم بقى يكلمني، يعني مفيش يوم بيعدي غير ما بيكلمني فيه، واوقات كتير جدا بقى بيكلمني بالليل كمان، بيكلمني على التليفون، بدأ يملى حياتي. انا عشت حياة صعبة جدا مع طليقي، عمره ما سمعني كلمة حلوة ولا طبطب علي ولا رضاني بأي حاجة، ومصطفى ده بدأ يسمعني أحلى كلام، وكمان كان بيجيلي عرسان كتير قبل كده يعني، بس أنا كنت برفض، قلت ازاي اجيب لبناتي راجل غريب، فكنت قافلة باب الحب كده والعواطف خالص. لما قلت له سني اتفاجئ وقال لي صوتك كله طاقة وحيوية، ما يبانش عليكي خالص،
وبدأ يزرع جوايا بقى ان هو بيحبني وان امنيته الوحيدة ان هو يتجوز ست كبيرة وخبرة زيه وحكيمة. قال ان البنات الصغيرين دلوقتي بيخاف منهم، وانه عنده شقة وعربية ومحل كبير ومش محتاج اي ماديات. خلاني احس باحاسيس ومشاعر ما عشتهاش من سنين، وخلاني ما بقتش اهتم بمكالمات بناتي ابدا اللي كنت انا بستناها كل يوم على احر من الجمر. وبعد حوالي 6 شهور بالظبط بدأ ان هو يطلب مني ان يتقدم لي. قلت له انت بتتكلم بجد؟ انت من دول بناتي؟ قال لي ولا يشغلني اي حاجة، اهم حاجة اني بحبك وانت بتحبيني. وساعتها قال لي ان في شقة كده انا عايزة اوريها لك علشان هي دي اللي هنتجوز فيها. انا في الاول رفضت، قلت يعني ما ينفعش ان انا اروح له كده الشقة ولسه ما يكونش في بينا اي حاجة. بس هو اصر جامد ان انا اروح اشوف الشقة دي. قال لي يعني علشان لو فيها توضيبات كده او فيها حاجة مش عاجباكي نظبطها ونجهزها، وبعدين هو كبرها شهر كده ونتجوز. فساعتها وافقت ان انا اروح اشوف شقته. لقيتها شقة تحفة في مكان راقي جدا، ودي كان اول مرة اشوفه فيها على الطبيعة. لقيته شاب في منتهى الجمال، غير طبعا شكله في الفيديوهات نهائي. يعني شكله على الحقيقة كان احسن بكتير من الفيديوهات اللي انا كنت بشوفها له. فساعتها قعدت معاه وما عملش اي حاجة وحشة ابدا في اليوم ده، كان محترم جدا. طبعا ساعتها كان جايب تسالي وجلب وفشار وجايب حاجة ساقعة كتير، وفضلنا قاعدين مع بعض نتكلم وناكل. صراحة كان اليوم حلو جدا. وبعد كده لقيت الوقت كان هيتأخر علي، فقلت له انا لازم امشي دلوقتي. فالصراحة هو ما منعش ابدا وخلاني انزل. رجعت وانا حاسة ان ربنا هيعوضني عن اللي فات، وان مصطفى هيرجعها لي. بقيت اكلمه في اي حاجة، ما بقيتش احط اي حاجز ما بيني وما بينه. ومن كتر ثقتي فيه بقيت اكلمه وانا مش لابسة يعني طرحة. وبدأ يلح اننا نتجوز عرفي، وانه يعني مش قادر بقى يستنى اكتر من كده. وفي المرة التانية طلب مني ان انا اروح له تاني. فساعتها بقى طبعا انا كنت اتعلقت بيه جدا، فما اضطرش ان هو ساعتها ان هو يقول لي اعذار ولا يقول لي اي حاجة. فساعتها فعلا رحت له، وكان جايب برضو اكل ومشروبات وحاجات ساقعة، والمرة دي كان جايب غدا وحاجات كتير. رحت له واكلنا وشربنا. بس حصلت حاجة بقى انا عمري ما كنت اتوقعها ابدا. وبعد ما شربت كده ما حسيتش بنفسي ابدا، وحسيت كده نفسي اللي انا كابس عليا النوم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.